رامز في 18 ده تحليل مش هزار. تمام رامز في 18 صوت الماتش في كل دقيقة. المنتخب المصري يفوز على منتخب زيمبابوي 2-1 في أول لقاء لينا في بطولة الأمم الأفريقية. صلاح ومرموش. الحمد لله قدرنا نكسب اللقاء الأولاني وناخد أول 3 نقط. عندنا مشاكل صغيرة في الهجوم في الفينش، محتاجين نستفيد بكل نص ربع كورة نجيبها جول. وعندنا مشاكل كبيرة شوية في الدفاع، محتاجين نتفاهم اكتر. مش هنتكلم على اي حاجة سلبية، احنا اهم حاجة ان احنا كسبنا وخدنا ال3 نقط في صدارة المجموعة مع جنوب افريقيا، واللقاء القادم جنوب افريقيا ان شاء الله نقدر نكسب ونحقق 6 نقط من ماتشين. كل التوفيق والدعم لمنتخب مصر ان شاء الله في القادم. نركز في الهجوم، مش مهم مين اللي بيلعب، مش مهم مين طلع بدري، مش مهم مين نزل مكانه، مش مهم اي حاجة، كلنا مصر. نركز في الهجوم ونركز في الناحية الدفاعية ان شاء الله ربنا هيكرمنا. حابب بس اقول حاجة صغيرة ملهاش دعوة بقصة الكورة والماتش. عايز اكلم المخرج بتاع اللي كان بينقل الماتش. النشيد الوطني لمنتخب مصر كان شغال يا جماعة، وتخيلوا كده ان كانت اللعيبه اللي جايه على الشاشات هي لعيبه منتخب زيمبابوي. تخيلوا ان مخرجين المغرب مش عارفين النشيد الوطني المصري ومش عارفين يجيبوا مين وهم بيذاعوه. اتمنى انكم تذاكروا وتعرفوا ان النشيد الوطني لمنتخب مصر لما بيشتغل بنجيب لعيبه منتخب مصر او جمهور منتخب مصر. والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا ووفقنا، لان كنا هنروح في داهيه لكن ربنا ستر. الحمد لله رب العالمين على المكسب وال3 بونت. سلام.